سمعت عن الست الزومبي اللي ظهرت في المنوفية؟ أيوة، ده حصل فعلا في شبين الكوم. سيدة اتشهرت بالزومبي، خوفت الأهالي وبتعمل حركات وأصوات مش طبيعية. ظهرت في فيديو اتصدر مواقع التواصل الاجتماعي واتشهرت بزومبي المنوفية. ولو انت من الناس اللي بتسهر وتتأخر بره، يبقى يا وقعتك السودة لو وقفت في طريقها وشفتها، وده لأنك وقتها قلبك ممكن يقف من الخضة. يا ترى ايه حكايتها وليه عملت القلق للأهالي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، خليكم معانا. في نص الليل وسط شوارع شبين الكوم الهادية، فجأة ظهرت ست غريبة بتعمل أصوات وحركات مش مفهومة. الناس كلها قالت إنها زومبي، والفيديو بتاعها قلب السوشيال ميديا. اللي حصل إن الليلة دي كانت عادية جدا والناس راجعة بيوتها. فجأة عربية ملاكي ماشية في شارع من شوارع شبين الكوم لقت ست طالعة قدامها، وقفت في نص الطريق بطريقة غريبة جدا. مش وقفة عادية، لا، دي بدأت تصرخ وتتنطط وتعمل أصوات غريبة، لدرجة إنها نطت على العربية نفسها من قدام ووقفت تعلي صوتها كأنها في حالة هستيرية كاملة. طبعا السواق اتجمد وقلبه كان هيقف من الخوف، والناس اللي كانت موجودة في الشارع وقفوا مذهولين، ما فهموش هي بتعمل كده ليه. وكل واحد فيهم بدأ يتخيل إن اللي قدامه مش إنسانة عادية، ما هي يا إما عفريت أو زومبي. واحد منهم قرر يصورها، والفيديو سجل ونزل على السوشيال ميديا وخد عنوان زومبي المنوفية، والاسم ده اتنشر بسرعة جدا، والكل بدأ يشارك المقطع وهو في حالة قلق وخوف. ما هو بصراحة جدا المشهد يقلق فعلا. السواق اللي كان جوه العربية واضح عليه الذهول والخوف، حاول يبعد بالعربية لكن الست ما كانتش سايباه، لدرجة ان في واحد من الشباب هو اللي حاول يتدخل وبدأ يتكلم معاها لحد ما هداها ونزلها من على كبوت العربية. وبعد ساعات قليلة الدنيا اتقلبت على الست دي. الفيديو بقى ترند وصفحات السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن زومبي المنوفية، ومحدش عارف مين دي ولا ايه اللي حصل لها وليه الداخلية بتدور عليها. بعض الأهالي قالوا إنها ست أجنبية مش مصرية، وفعلا مصادر أمنية أكدت إنها مش من المنوفية ولا حتى مصرية، وإن الأجهزة بدأت تحقق في موضوعها وتفحص الفيديو عشان تعرف التفاصيل كاملة. لكن المفاجأة الأكبر كشفها شاب اسمه علي شرباش من شبين الكوم، وبيشتغل في كافيه داخل نادي المحافظة. طلع يتكلم ويكشف الحقيقة للكل، وقال في تصريحاته للوطن: يا جماعة أنا عارفها، دي ست كندية عندها 28 سنة، عايشة في شبين الكوم بقالها 5 شهور، وساكنة في فندق الجامعة، وبتيجي النادي بشكل مستمر. وكمل كلامه وقال: اللي حصل ان في اليوم ده اتسرقت شنطتها، فهي فقدت السيطرة على نفسها وبدأت تعمل الحركات الغريبة دي في الشارع كنوع من رد الفعل ومن غير اي وعي. هي مش غريبة ولا زومبي ولا اي حاجة، بالعكس هي بتتعامل كويس جدا مع الناس وطيبة جدا، بس العربية وقفت قدامها وهي في حالة هستيرية فطلعت عليها عشان تلفت الانتباه. وبالفعل بعد تدخل الشرطة قدرت انها ترجع لها محتويات شنطتها، وعشان كده هديت تماما. وقال ان الست دي استغربت ازاي الفيديو انتشر بالشكل ده، وقالت لصحابها انها ما كانتش في وعيها الكامل لحظة تصوير الفيديو. انتوا بقى يا ترى ايه اغرب موقف حصل معاكم وحسيتوا بقلق وانتوا في الشارع؟